تالت شق في السوق وده اللي مميز بورسعيد عن البلاد التانية هو عملية التسوية اللي بتكون في الفرن البلدي وعلى الخشب ولها نكهة وطعم مكتسب. الناس بتجيب السمك تمام، واحنا ايه بنعيد عليه وبنشويه بالرده تمام، بنقلبه في الرده وبعد كده بنشويه. ده شوي خشب، ده بورسعيد معروفه، وبيشوي ببطنه مقفوله كده. بوري نضيف بيتشوى بطنه مقفوله. بعد كده بقى السمك بيطلع بيتعبى، اللي عايز يملحه بيملحه. تسويه السمك على الخشب بتدي طعم للسمك غير الجريل وغير الفحم وغير اي حاجه تانية. بيبقى سمك يعني ايه، بيجي بطعمه الطبيعي كانك انت جايبه من البحر على طول، يعني يا دوبك بس بتسويه ان هو يتاكل، تاكل السمك بطعمه الاصلي. ودي المداخل بتاعت الافران اللي شغاله بالخشب علشان تطلع الدخان بتاعها ويكون في عمليه التهويه. بصراحه شكلها اثري وجميل جدا. يعني انا لو اشتغلت بالغاز او فرن، لو اشتغلت بالغاز او لا انا بتكلم. يعني الخشب بيكلفك طبعا فعلا؟ طبعا والله. تشتري الخشب طبعا من انا في الاسبوع عاوز لي مثلا ب 5000 جنيه خشب. يعني على كده لو اي زبون جه من القاهره او من اي محافظه ثانيه هلاقيك شغال في اي وقت. في اي وقت، يعني من 7 الصبح ل 4 الفجر انت شغال. شغال واقف. ايوه.